السلام عليكم. سألت نفسك قبل كده ليه الكيموثيرابي بيكون على شكل سايكل بين كل سايكل والتانية ريكفري بيريود؟ هنا اقول لك ان السبب هو النيوتروبينيا. النيوتروبينيا هو ان عدد النيوتروفيلز بيقل قوي عن الحد الطبيعي، وده نتيجة استخدام السيتوتوكسيك دراج. فبندي العيان جرعة الكيموثيرابي وبعدين بنسيبه فتره ريكفري بيريود بنسميها فتره نقاهه، يحصل للنيوتروفيلز، عدد النيوتروفيلز يزيد تاني للحد الطبيعي او حتى يقرب من الحد الطبيعي، وبعدين نبدا ندي الجرعه الثانيه. في الفتره دي بستخدم ادويه بتساعد عدد النيوتروفيلز ان هو يطلع تاني بسرعه للحد الطبيعي وتقلل المشاكل اللي بتحصل نتيجه النيوتروبينيا دي. الايجنت اللي معانا، الادويه اللي بنستخدمها ان هي ترفع عدد النيوتروفيلز تاني للحد الطبيعي بنسميها جرانيولوسايت كولين ستيميتنج فاكتور. الجرانيولوسايت كولين ستيميتنج فاكتور دي نوع من الادويه بيرفع عدد النيوتروفيلز للحد الطبيعي بعد استخدام الكيموثيرابي. النهارده معانا الفيلجراستريم. الفيلجراستريم بيشتغل كجرانيولوسايت كولين ستيميتنج فاكتور، بنستخدمه في الريكفري بيريود بين كل سايكل والثانيه من الكيموثيرابي. الفيلجراستريم موجود متوفر في ادويه مشهوره، يعني اشهرهم نيوبوجين وزارزيو، متوفرين بتركيزين، تركيز ال 30 ام يو وتركيز ال 45 ام يو. بس جرعه الفيلجراستريم هتلاقيها مكتوبه دايما في المراجع بالمايكروجرام. يعني هتلاقي جرعه الفيلجراستريم بيقول لك ان هي، يعني هتلاقي جرعه الفيلجراستريم دايما هتلاقي 5 مايكروجرام بالكيلوجرام بالدي. 5 مايكروجرام بالكيلوجرام بالدي. واصلا التركيز المتاح حاليا في الفيلجراستريم هتلاقيه هو 30 ام يو و45 ام يو. طبعا عندي الجرعه بالمايكروجرام، هو المتوفر عندي بالتركيز 30 و45 ام يو. طب ازاي احول من مايكروجرام لام يو؟ بص، هو يعني ببساطه كده خالص، خليني اقول لك. بص، هو لو بصيت على العلبه بتاعت لو احنا عملنا زوم هنا كده وبصينا على العلبه بتاعت النيوبوجين، اللي موجود ان هو 30 ام يو، بس هو عباره عن 6 من 10 مللي جرام في الملي. هو القلم ده كله على فكره نص ملي، هو مش 1 ملي، هو نص ملي، هو 6 من 10، تركيزه 6 من 10 مللي جرام في الملي. تمام؟ 6 من 10 مللي جرام في الملي، يعني النص ملي فيه قد ايه؟ يعني فيه 3 من 10. يعني القلم ده فيه المفروض 3 من 10 ايه؟ مللي جرام، اللي هم مين؟ اللي هم ال 30 ام يو. القلم اللي فيه 30 ام يو ده فيه 3 من 10 مللي جرام، اللي هو عباره عن نص ملي بس، مش 1 ملي. 1 ملي فيه 6 من 10 مللي جرام. تمام؟ طيب عشان احول من مللي جرام للمايكرو، انا عايز الجرعه بتاعتي تكون بالمايكرو جرام. الجرعه زي ما احنا عارفين ان هي 5 مايكرو جرام بالكيلو جرام بير داي. طب ال 30 ام يو ده بيساوي 30 ام يو دلوقتي بيساوي كام؟ 3 من 10 مللي جرام. عايز احولها من مللي جرام دي احولها لمايكرو جرام، هضرب في 1000. لما اضرب في 1000 هتديني كام؟ 300 مايكرو جرام. 300 مايكرو جرام. يعني انا دلوقتي عندي ال 30 ام يو اللي موجودين في القلم ده يعني بيعادلوا، يعني عندي في القلم ده 30 ام يو او عندي 300 مايكرو جرام. يعني سي مثلا عندي عيان وزنه 70 كيلو، المفروض هياخد جرعه قد ايه؟ المفروض هياخد 5 في 70، 5 في 70 ب 350، المفروض ياخد 350 ايه؟ مايكرو جرام. يعني لو عيان وزنه 70 كيلو المفروض ياخد 350 مايكرو جرام، صح؟ تمام. طيب ال 350 مايكرو جرام دول يعني اديله قد ايه برضه من نيوبوجين؟ مش انت عندك ال 30 ام يو بيساوي 300 مايكرو جرام؟ يعني لما تحول من الام يو للمايكرو جرام هتقسم على كام؟ هتقسم على 10. يعني 350 دي تقسمها على 10، يعني هو المفروض ياخد كام؟ المفروض ياخد 35 ام يو. 35 ام يو بنعملها راوندنج لاقرب تركيز. في عندك تركيز ال 30 وال 45، فنديله كده الايه؟ ال 30، تركيز ال 30 ام يو. فكده بنعمل راوندنج، يعني 35 المفروض ياخد قد ايه؟ ياخد 35 ايه؟ 35 ام يو. زي ما قلت لك الفيلجراستريم متوفر بتركيزين 30 و45 ام يو. احنا بنعمل راوندنج للجرعه لاقرب تركيز، هو 35 ام يو، انا هاخد 30، هياخد التركيز ال 30. باختصار لما تيجي تحسب جرعه الفيلجراستريم بتضرب 5 في وزن العيان وتقسم على 10 عشان على طول يطلع لك التركيز بالام يو. وكده يبقى خلصنا شرح ده مهم جدا اللي هو الفيلجراستريم، اللي هو بيشتغل كجرانيولوسايت كولين ستيميتنج فاكتور. وفهمنا ليه الكيموثيرابي بتبقى على شكل سايكل بين كل سايكل والتاني ريكفري بيريود، عشان نسمح لجهاز المناعه تاني بتاع الجسم اللي هو النيوتروفيلز دي تزيد تاني للحد الطبيعي او حتى تقرب من الحد الطبيعي. وبكده نبقى شرحنا الفيلجراستريم. وكده نبقى خلصنا فيديو النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ومعلومه تانيه جديده.